السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه. فيديو جديد، كنتمنى يا ربي يلقاكم بصحه جيده الف خير. معكم حنان، اخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه. كنقدم على القناه كل ما يخص التغذيه الوقائيه العلاجيه ونصائح وصفات ديال الطبخ، وكذلك اقتراحات ديال الوجبات الصحيه. اليوم نشارك معكم اقتراح ديال وجبه ديال الفطور بين قوسين بالنسبه لمرضى السكري اللي كيصوموا، اللي مسموح لهم انهم يصوموا، يعني مرضى السكري النوع الثاني اللي سمح لهم الطبيب ديالهم المعالج انهم يصوموا. لكم هنا فكره، خذوا افكار. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مسموح يعني حتى الناس اللي عندها سكري وتقاد لها السكر ولات كتعاني من نحافه، يعني ضعفت بزاف، غتلقاو هنا النصائح شنو تزيدوا في الاطباق ديالكم. وشوفوا هنايا هاد لي سيغار ما تيطلعوش السكر. يلا نبداو بها. غادي نوريكم كيفاش ديروا هاد المملحه هادي. دوك الدجاج كتشحروه بالعطريه نتوما اللي بغيتو وكتخلطوه شويه هكا مع الجبن. دوك هادي مناسبه لمرضى السكري وحتى لمرضى السكري اللي كيعانيو من النحافه، هذا الاقتراح اللي غادي نوجد معكم اليوم كما قلت لكم. دونك الصدر ديال الدجاج تديروه مع الجبن. دونك فوالا لا فارس. دونك هادو حسبوهم دي سيغار، حسبوهم اللي بغيتو. تنشدوا الورقه، كنشدوا الورقه ديالنا. هذه راه الورقه دابا ورقه كيتو، ورقه ما تصدعي راسك بها ما حتى حاجه، كتحيدوا ليها. انا نوريكم كيفاش درت بلاتي. كتحاولوا تنشفوها بلي سويتو، كتجيبوا الموس كتحيدوا هاد البلاصه القاصحه. تقدروا هذه تقطعوها تزيدوها في الحشوه صافي، وتتجيو هكذا. غتقولوا لي البريوات سخان، هادو باردين. ماشي مشكله البنات، ماشي مشكل. ودابا حنايا البنات دائما تنخطاو تنقول البنات. دابا انا كنقلب نعطيكم وصفات واقتراحات اللي تحس بدون حرمان وفي نفس الوقت ما يطلعوش لكم مستوى السكر في الدم. مره هكا مره هكا. دونك هذا كاع بالنسبه للناس اللي خايفين انهم يطلع لهم السكر. ها نتوما فوالا، ها هي. ملي تشوفوا تشكيله الفطور راه بدون حرمان كما كتقول لكم حنان دائما. راح نكملوا بنفس الطريقه. هذه راه ديال واحد شخص واحد، غني بالبروتين، صحي مغذي ومشبع. بالنسبه للناس اللي قالوا لي هذا. دونك الناس اللي كتعاني، اللي ولات كتعاني من النحافه، اشنو نزيدوا حنان هنا باش نزيدوا نرفعوا شويه من القيمه؟ هذاك درت الفرomاج بلون. هنا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال شنو هذا حنان، ليمونطال اولا الموتزاريلا اللي بغيتو صافي، وتتسدوا من الجناب. دونك هادو دي سيغار كيتو، وكتحطوا راه غادي يجيوكم 4 الوحدات. 4 الوحدات يعني فريمون غتشبعوا بهذه الطريقه، فريمون غادي تشبعوا. فوالا يمكنش ما تشبعوش، وراه ما تيجوش ناشفين البنات، حيت الخس تيزيد يفزكا، والخس الياف غذائيه وفيه الماء، فيتامينات، مضادات اكسده، مشبع. يلا ديروا لي لايك، ديروا القليبات البنات. انا ولفت كنهضر مع البنات في تيك توك، فبالتالي كنهضر كنبقى نقول للبنات. انا عارفه متبعيني حتى الدراري متبعيني لي دو. هذه غنعاود عليها حيت قطعات ليا، فغنعاودو ما فيها باس. غندير لها بحال هكا بلاتي. هانتوما ما تخافوش، بالعكس غنزيدو نديرو لها الالياف. فوالا يا حنان بلاتي. فوالا بنات، هادو ما غيشبعوكمش. 4 مشبعين مغذيين، ما تحتاجوش تاكلوا الخبز، بالعكس غيشبعوكم. دونك فوالا التشكيله ديال الفطار. بطبيعه الحال هادشي ماشي كله انا غنشرح لكم شنو. دونك كيودن كما تنقولوا دائما، تشرب كاس ديال الماء. كتجي بغيتي تبدا بهذا، منها سلطه، منها طبق رئيسي. بغيتي تبدا الشوربه هنا شنو فيها البنات؟ المهم اي واحد يشوفني فيها. انا نقول لكم شنو
المهم انا هذه راه مشاركاها معكم، ولكن غنقول لكم شنو اللي الناس اللي مصالحه لمرضى السكري. كتشحروا البصله اللي كانت خضاريه اولا البصله العاديه، كتشحروها كتزيدوا معاها الفلفل طري، شامبينيون طريين يكونوا منقيين، كتشحروهم مليحه بزار، كتشحروا هادشي في الزبيده مليحه بزار وسكينجبير منين وكترووا بالماء. ملي كطيب كنطحنوها، كنديروا معاها معلقه كبيره على حسب الكميه اللي استعملتو، كيما معلقه كبيره ديال القشطه طاريه، معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه ديال الزبده، هادشي كله ديروه ماشي مشكل، دهون صحيه ما كاينش مشكل. كطحنوهم وكتقطعوا الصبانخ وكتلوحوهم وديروها تسخن وكتناولوها بالصحه والراحه، مغذيه ومشبعه. انا كنت حضرتها درت فيها البطاطا، درت فيها بطيطه وحده. طبيعه الحال مرضى السكري كنقول لكم دائما ما ديروش معها بطاطا. دونك مريض سكري اللي ولا كيعاني من النحافه بغى يزيد الوزن ديالو في رمضان، هاد زلافه ديال الشوربه ديال ديال الفطر غادي نزيد فيها هنا، نزيد زبده، نزيد كريمه، نزيد جبن، نزيد موزاريلا، نزيد ليدا، فرماج احمر، نزيد دهون صحيه باش ترفع ليا من السعرات الحراريه اللي فيها، وبالتالي تعطيني طاقه، تعطيني باش نزيد الوزن ديالي. وغادي ناخذوا هنايا كما قلنا هاد لي نيم ولا هاد لي سيغار كيتو بدون كما شفتوا، وكنزيدوا بيضه حيت حنا بغينا شويه ديال لي بروتيين يكونوا طالعين. هاد البيضه اللي ما قديتش تاكلها في الوقيته ديال الفطور تجي متراوح وكلها، ولا خليها في الوجبه ديال السحور، ما كاين حتى مشكل. بيضه بلديه. وشنو كنت شرحت لكم في داك الفيديو، شويه د النشويات كيخليك تحافظ على الكتله العضليه، كيخليك تزيد في الوزن ديالك بلا ما يطلع لك مستوى السكر في الدم. هنا شحال البنات شحال عندي الخبز، عندي 30 غرام د الخبز. هذا الخبز ديال القمح بالخميره بلديه. نتوما تقدروا ديروا هذاك الخبز قليل الكربوهيدرات، ولكن الكميه كتلعب دور. دونك هنا شفتوا 30 غرام د الخبز. واش الا خديتوا هذه الوجبه ديال الفطور خديتوا غير 30 غرام د الخبز يطلع لك السكر؟ ما يطلع لكش السكر. ودائما تنقولها لكم المرضى كلهم ما كيتشابهوش، والانسان خصو يكون قد ماكلته كامله. نعطيكم واحد المثال ديال واحد المريضه، مريضه سكري النوع الاول، اكيد ما كتصومش. اليوم كانت عندي معاها كان عندي معاها الكونترول الرابع. الحمد لله بعد ما اول مره حصه جات عندي بالسكر مورا الماكله 3 المهم غادي ل4. الحمد لله الحصه الثانيه بدا كيتحسن. اليوم جات عندي جوج مرات اللي طلع لها الغرام و90، مره طلع لها الغرام و90 ومره طلع لها 2 غرام. هي كلات شويه زايد. كاينين نهارات اللي خدات زلافه د الحريره، سمعوني، خدات الحريره والتميره ومع ذلك السكر مورا الماكله ما تجاوز ليهاش غرام و50، كان عندها شي غرام و47. داكشي باش كنقول لكم من تاكلوا عبروا السكر ديالكم مورا الماكله غتوليو تعرفوا شكون كيطلع لكم السكر وشنو ما تيطلع لكم السكر. علاش قلت لكم هاد الهضره هذه؟ حيت حتى 30 غرام د الخبز. وغنرجع نقول لكم الناس اللي كيعانيو من النحافه ما ديروش ديك الحفميه ولا هذاك النظام الغذائي القاسي الكيتوني. الناس كاع اللي صيفطوا لي راه كان عندنا الخزان 12 ولا 5، كان عندنا 8 ولا 5، ولكن ولينا ضعاف. راه اكيد غتوليو ضعاف لانه حيدتوا المصدر ديال الطاقه، واللي غيخليكم شويه تحافظوا على الكتله العضليه. فواحد 30 غرام انت في نهار كامل غتاخدي 30 غرام ولا 40 غرام ديال النشويات ديال الخبز اولا اروز كامل اولا كينوا اولا، ما يمكنش تطلع لك مستوى السكر في الدم. واش فهمتوا؟ تنقولها لكم وتنعاود. هذا هو السر. البنات، الرجال، اي واحد سكري ولا عنده شي حد عائله سكري، ما يمكنش الانسان باغي ياكل كلشي وقاد ليه مستوى السكر في الدم، ولا ياكل كلشي من يجي ياكل عباد الخبز يقول لك طلعت لي طرد الخبز. حيت دائما كنهضر معاكم تنقول لكم تنهضروا من منطلق الواقع شنو كاين، والناس اللي كنخدم معاهم، المرضى اللي كنخدم معاهم. دونك المرضى اللي كيشرب زلافه د الحريره طبيعه الحال هذه راه ما كتصومش وما طلعلهاش مستوى السكر في الدم. هذا ماشي كنقول لكم نوضوا نتوما شربوا الحريره، لان السيده باقا جون في عندها 21 عام، كتحرك، شربها الحريره في الصباح ماشي بالليل وبزاف د الحوايج. دونك خصكم تاخذوا بعين الاعتبار هذه الاشياء هذه. دائما السكر مورا الماكله، ولا بغيتوا تزيدوا في الوزن زيدوا الدهون صحيه، كلوا البروتينات نوعيه جيده، وخليو لكم شويه النشويات في النهار ديالكم. انا ماشي كنقول لكم خذوا الخبز في الفطور وفي الغداء والعشاء، انا دائما تنقول لكم بانه حنا كاملين واخا ما يكونش فينا السكر، واخا ما نكونوش مرض، ما خصناش نفطروا ونتغداو ونتعشاو ونديروا كاسكروط بالخبز. هادو كلها معجنات، كلهم حنا ما خصناش نكثروا منهم، خصوصا ملي كنكونوا ما كنتحركوا، ما كنديروش شي مجهود بدني او عضلي. فهذا كان اقتراح الوجبه ديال الفطور، كنتمنى ينال اعجابكم. بالنسبه للشوربه كاين اللي ما يعجبوش اللون الشوربه، حيت مولفين كما قلت لكم في واحد الفيديو اللون الشوربه كيكون حمار او صفار او لا ابيض. هذه راه لذيذه ما تسخاوش تحيدوها من فمكم، راه معتمده عندنا وكنديروها بدون رمضان، راه تكون شحال مره شاركتها معكم وفي التيك توك دائما منزلاها لان كتحماق عليها بنتي، فكنديرها ديال الشامبينيون. فكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات والبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله عاوتاني في اقتراح جديد مع فيديو جديد. السلام عليكم.